أهم شيء بتموز 2012 قتل اللواء العماد آصف شوكت، اللي هو كان قمة أعلى ضابط فيهم بيناتهم. كان رئيس الأمن العسكري وكان عنده نفوذ وكان عنده ما يسير الرئيس بشار الأسد بشيء. هو طبعا صحيح هو زوج أخته، زوج ست بشرى، بس كان اخذ مسافة بأي خلاف بأي شغلة تصير بين ست بشرى وبين خيا الرئيس الأسد. كان على مسافة، وكان رئيس الأمن العسكري. بحثت الدول وتيري رودارسون هو اللي اشتغل انه يجي العماد آصف شوكت رئيس جمهورية سوريا. لهيك هو كان مطروح؟ نعم، هو كان مطروح يجي رئيس جمهورية؟ بيروح لعند ديك تشيني على امريكا تيري رودارسون وبيقول له عن آصف شوكت، بيقول له موافقين. بيحمل حاله تيري رودارسون وبيروح عند الملك عبد الله ملك السعودية وبيحكي عن آصف شوكت، بيقول له بنعرفه ومخابراتنا. بعيط لمدير مخابرات السعودية بيقول له شو رأيك؟ بيقول له طبعا أفضل واحد يجي. فكان القرار انه، والامير بندر كمان كان بده آصف شوكت، وكلهم كان بدهم آصف شوكت، والفرنسوية بيحبوه كتير لآصف شوكت، وكانوا ماشيين بتغيير بشار الأسد. بيعمل تفجير خلية الأزمة يلي كان فيها العماد آصف شوكت، وبيحطوا تحت الطاولة محل ما هو قاعد بيحطوا له العبوة. يعني لحظة بس، هون عم توحي انه النظام السوري او بشار الاسد هو الذي اغتال آصف بشار شوكت؟ الأسد هو اللي اغتاله، اللي قتله لآصف شوكت. بس عرف انه في نية باستبداله بآصف شوكت. يعني هذا التفجير اللي صار بتموز 2012 وقت آصف شوكت، داوود راجحة، حسن تركمانفزون كان اسمه نعم. الثالث، وناسي مين كان الرابع، وقتها بشار الاسد هو من فجر هذه الخلية؟ نعم. حطوا العبوة قدام صدره لآصف شوكت الله يرحمه، وبس اجتمعوا على الطاولة بسيلولير أو بشي فجروا. وزير الداخلية قال له لمرافقه، قال له نسيني اللي أنا كان مروح ايده، شف لي أبو زياد. قال له سيدي قتل على الفور، قلبه مصارينه حني على الطاولة. فقتلوا. من وقتها تزعزع وضع الجيش السوري. الجيش السوري مؤلف من 14 فرقة، قادة الفرق ال 14 كانوا على علاقة ممتازة مع آصف شوكت. تزعزعت تركيبة الجيش السوري. الإيرانية هن اللي قدروا ضبطوا الوضع، وهن ما كانوا مع آصف شوكت الإيرانية، وكانوا مع إزالته. القرار بشار، الإيرانية روحوا آصف شوكت. بس هي معلومة أول مرة بتنحكى. أنا عم أقول معلومة تيري رودارسون قال لي إياها، السعوديين قالوا لي إياها، النائب علي اللي مع آصف شوكت قال لي إياها، ضباط كبار بالجيش السوري قالوا لي إياها، وكنت متابعها وكنت عم أخبره للعماد آصف شوكت إنه أنت عم ينحكى فيك رئيس وكذا 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 وكذا، وما كان يرد ولا كلمة. كان يرفض يرد أو يعلق ولا كلمة، بس كان يبتسم، عارف شو فيه. كان خايف على حياته؟ أبدا ما بيخاف على حياته. أنت متى آخر مرة شفته؟ قبل التفجير بجمعة. قلت له أنا بدي دل حدك وبدي قاتل حدك وما بيصير كذا. قال لي لا، ارزال على بيروت على لبنان وخليك بلبنان. هذا الحد شفته أنت بدمشق بقبل التفجير، يعني صوب نص تموز 2012. نعم. وكان عنده خوف إنه لأنه اسمه مطروح بشار الأسد يكون عم يقتله؟ لا، ما كان عنده خوف، هو ما بيخاف. شو صار بعد تفاصيل بهذا اللقاء؟ نعم. شو حكيتوا تفاصيل بهذا اللقاء بعد؟ قبل الانفجار؟ اي ما قلت اخر لقاء بينك وبينه. اخر لقاء قبل الانفجار قلت له في خطر عليك، خبرته عن تيري رودارسون شو عم يعمل، خبرته عن جواب الملك عبد الله انه بدهم اياه، خبرته انه بمصر بدهم اياه، الفرنسويه بدهم اياه، والالمان بدهم اياه. نعم. ما رد ولا كلمه. قال لي إلك حق، فقط اذا صار معي شيء ترسيني. نعم. تعمل لي ريسير، ما بتكتب معلومات عن يلي صار معي. بعدين
شو ما بيصير تبقى تكتب، بس هلا ما تحكي شيء ابدا. وهلا صار وقتها تحكيها بعد 12 سنه. انا والله وحياة ولادي الخمسه اقسم بشرفي وبكرامتي انه هالمعلومات صحيحه. هالمعلومات اول مره بقولها لك استاذ رواد. يعني يمكن من كثير 14 قائد فرقه سوريه اصيبوا بصدمه كبيره بس استشهد آصف شوكت. يعني ما بعرف، في كثير اسرار صارت عم تتكشف بعد سقوط هذا النظام، يعني ان كان من السجون وان كان من خارج السجون، حتى الاشياء اللي عم تتكشف. على كل حال واضح انه الست بشرى بعد ما استشهد العماد آصف شوكت فلت على دبي، رفضت تقعد مع بدمشق. رجعت راحت على لندن، رجعت. على كل حال هي اسرار عائليه ما بحل احكيها. انا بحكي عن عماد آصف شوكت الله يرحمه، البطل الذي كان سينقذ سوريا لو تسلم الحكم.